وكان الله بما تعملون فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ده مش كده بس، يجي دور النفاق، دور الطائفة المنافقة. يبقى أرجع مرة ثانية عشان أشوف إيه الكرب والخروج منه. إذ جاءوكم اللي هم الجنود الأعداء الأعداء يعني من فوقكم من فوق ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. ده مش كده بس، واليهود نقضوا العهد كمان، بقى خوف على الذراري وعلى النساء. أو وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وصلت لكده. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني تخيل لو قعدت أحكي لك، الأمر كان صعب، خيانات وإتيان العدا من كافة الاتجاهات، مش كده بس، لا، وظهور النفاق بشكل بشع في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يثبتوا الناس ويرجعوا الناس ويثبتهم عن القتال إلى آخر هذه الأمور.